فكرة الانفصال كتيرة جدا. كان ليك تجربة زواج استمرت حوالي 3 سنين تقريبا وما كملتش. شايف حياة الفنان او المبدع ممكن تأثر على حياته الاجتماعية؟ ده سؤال مهم. للأسف للأسف انت بص للزيات اللي موجودة مثلا في الوسط الفني، هتلاقي فكرة الانفصال كتيرة جدا. في طبعا أفكار، في زيجات استمرت، بس النسبة أقل بكتير من اللي انفصلوا. تفتكر ليه؟ طيب الفنان غصب عنه بتبقى له أولويات أخرى في الحياة. يعني دلوقتي مش هتبقى أولوياتي إن أنا أجيب الفلوس، لأن أنا هبقى عايز أعمل حاجة أنا مقتنع بيها مثلا يعني. فأنا هيتعرض عليا مثلا دور فيه فلوس بس مش عاجبني، حلو، فأقوم أنا قايل ليه لا معلش مش هعمل الدور. لما بتبقى أنت مع نفسك فأنت قرارك في الآخر على دماغك. لكن لما يبقى معاك حد حتى لو كان مبدي تفاهم في الأول، مع الوقت ما بيعرفش يبدي هذا التفاهم. تمام، هي دي انا معاك. ممكن في الحته دي ممكن الحياه الفنان تتعطل سواء كان اجتماعيا او غيره، ولكن مظبوط. في نقطه مهمه هنا اكيد بيجي عليك وقت بتبقى نفسك في ابن بنت. ده سؤال مهم. انا طبعا بحب الاطفال جدا ونفسي يكون ليا ابن كل حاجه، بس انا واخد قرار ان انا ما يبقاش ليا ابن ولا قرار. بنت. انا شايف ان ابنك ده هو احب مخلوق ليك في الدنيا، لكن الدنيا دي مرهقه جدا يا عمر. الدنيا زي ما كنا بنقول من شويه فيها جزء كبير غير عادل. احنا كلنا بنتمرمط على اخرنا. فانا هجيب احب مخلوق ليا في الدنيا ليها عشان يتمرمط؟ قرار. انت مش شايف ان ده نوع من انواع الانانية؟ ان انا في الاخر ليه؟ علشان انا عايز يبقى لي ابن، فاجيبه يتعب كل التعب اللي احنا تعبناه ده واكتر